اللي بيحصل ده كفر واستهزاء بالدين الاسلامي، جالي ذهول، جالي اشمئزاز. انت فاهم انت بتعمل ايه؟ انت بتخليه يكمل في اللي هو فيه. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا. ما تستغربش من اللي انت سمعته. ايوه زي ما انت ما سمعت بالظبط. اللي انت سمعته ده قرآن بيتم غناؤه ومحطوط عليه موسيقى راب بطريقة الرابر. اللي انتوا سمعتوه ده مصيبة، اللي انتوا سمعتوه ده كفر. احنا وصلنا لأعلى مستويات الكفر. اللي بيحصل ده مريب وغريب وبيستفز اي انسان غيور على دينه، اي انسان غيور على كتاب ربنا اللي احنا بنقراه دايما، اللي هو دايما بيكون معانا عشان يحفظنا ودايما بيكون معانا عشان نتبارك بيه. اللي بيحصل ده مريب واغرب من الخيال. يا جدعان اللي انا مستغرب له انه دي قناه على اليوتيوب ظهرت من يومين بالظبط، ازاي القناه دي يكون عدد السبسكرايب فيها او عدد المشتركين فيها معدي 300,000؟ 300,000 مين بني ادم بيعمل اشتراك للقناه دي؟ انت بتعمل اشتراك للقناه دي بناء على ايه؟ انت فاهم انت بتعمل ايه؟ انت بتخليه يكمل في اللي هو فيه، ايا يكن مين هم الناس دول. ما حدش يعرف ملتهم ايه، دينهم ايه، جنسهم ايه، بلدهم ايه، ايا يكن الناس دي مين. بس انت بتدخل على القناه، المفترض ان انت تدخل تعمل لها بلاغ، تعمل لها حظر، ان انت تبلغ عنها ان هي مسيئه للدين بتاعنا، تعمل البلاغ بتاعك عشان يتم اغلاق القناه دي. طبعا في قنوات كتير تم اغلاقها، بس كل ما يتم اغلاق قناه كل ما هم يروحوا عاملين قناه جديده واحنا برضو مش سايبينهم. انا جالي ذهول. انا لما سمعت الاغاني بالطريقه دي اقسم لك بالله انا ما قدرت اكمل غير اللي انا سمعته لك ده. جالي اشمئزاز، ما عرفتش اكمل الفيديو، ما عرفتش اشوف يعني اسمع القران بتاعنا غير بالحاجه اللي احنا متعودين عليه، غير بالمشايخ بتاعتنا. اللي بيحصل ده كفر، اللي بيحصل ده كفر واستهزاء بالدين الاسلامي. الموضوع مش عارف هم عايزين يوصلونا لايه. هل ده نوع من انواع الفتن؟ هل ده نوع من انواع الاستفزاز؟ هل ده نوع من انواع ان هو عايز يخرجك عن شعورك؟ اللي بيحصل ده مريب وغريب. انا هسيب لكم لينك اليوتيوب او لينكات القناه اللي على التيك توك، القنوات اللي هم بينزلوا عليها الحاجات المستفزه دي هسيبها لكم عشان كل الناس تدخل تعمل بلاغات. وما تنساش ان انت تعمل شير للفيديو ده وتعرف غيرك، عشان احنا مهمتنا ان احنا نحمي ديننا، ومهمتنا ان احنا نكون غيورين على ديننا، وان مفيش اي حاجه من الحاجات دي كلها نسيبها تعدي من تحتينا. وحسبي الله ونعم الوكيل.